Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده بقى هعمل معاكم طريقة الكيكة الشامي او الكيكة الذرة بطريقة جميلة. طعمها هيجنن، طعمها كده مختلف عن الكيكة البرتقال والكيكة العادية. لو انتوا مش بتحبوا الكيكة هتحبوها بالطريقة دي، جربوها خالص. طريقة كده لذيذة وطعمها حلو خالص. ولو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل وصفاتي. هجيب كده عندي طرق الخلاط وهنزل ب5 بيضات، عليهم كده ظرفين من الفانيليا، وعليهم كوباية ونص من السكر، وكوباية الا ربع من السمنة، وكوباية كده من اللبن. هضربهم في الخلاط كويس خالص وهركنهم كده على جنب. هجهز معاكم الدقيق، معايا كده 3 كوبايات من الدقيق، كوباية ونص من الدقيق الاسترالي الدقيق العادي، وكوباية ونص من الدقيق الذرة. هنخليهم كويس خالص وهضيف كده عليهم باكل كده من الكيك شيف وهقلبهم كويس خالص. هذا بيبقى قوامها، انا مش عايزه القوام بتاعها يكون تقيل، هو ده كده قوام متوسط. وهجيب عندي كده الصينيه او القالب. انا الصينيه عندي مقاس 26، دهناها سمنه مش زيت، بلاش ندهن زيت خالص. هنزل كده بالخليط. انا طبعا كنت مسخنه الفرن على درجه 180 والفرن ساخن. هدخلها كده الفرن، ودي بعد نص ساعة، أخدت بالظبط نص ساعة. شايفين شكلها هشة كده ومرتفعة وطعمها بقى جميل. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير.